موضوع القتل ولا حرضت ولا اعرف ان هو كان ناوي على قتل ولا اي حاجه من دي. انا هقتل في الله ولا اتفق معاه على قتل الله. امال مين اللي قتل؟ هو قتله بس انا ما اعرفش ان هو ناوي على قتل. قصتنا النهاردة بتتكلم عن واحدة ما صانتش جوزها ولا عرضه في غيابه وخانته، ولما جه كانت السبب في قتله. وبتتكلم برضه عن واحد ما صانش بيت اخوه ولا عرضه في غيابه، لا ده هو اللي انتهك عرض اخوه وبنفسه. عمل مع مرات اخوه علاقة غير شرعية وفي الاخر قتله وبأبشع طريقة. القصة بدأت من 5 سنين في قرية بسيطة تبع محافظة كفر الشيخ. كان في واحدة جميلة عندها حوالي 20 سنة وكانت متجوزة من واحد أكبر منها ب5 سنين، وحياتهم كانت معقولة وهادية وربنا كان كريمها منه بطفلين. جوزها للأسف طريقة حياته ما كانتش كويسة، كان بيشتغل في تجارة المخدرات والسلاح، وشغله ده كان السبب في انه اتقبض عليه بعد 2 بس من جوازه، واتحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين، وساب وراه مراته وعياله الاتنين. وبصراحة مراته في الفترة دي كانت مكافحة ومجتهدة جدا، نزلت واشتغلت بياعة سمن، والناس كلها كانت بتحترمها جدا على تصرفها ده. واحدة شغالة وبتتعب علشان تعرف تصرف على عيالها وتربيهم، وقالت لو انا جوزي في السجن فانا موجودة واقدر اشتغل واعرف اصرف على عيالي واربيهم واحافظ عليهم. بس للأسف الكلام ده ما استمرش لفترة طويلة، استمر لمدة سنة واحدة بس، وبعد كده ظهر شيطان من شياطين الإنس في حياتها. والشيطان ده كان أخو جوزها وكان أكبر منها ب2 بس. ما تعرفش ايه اللي خلاه يظهر بعد سنة كاملة من حبس اخوه. بدأ يتكلم مع مرات اخوه ويقول لها هو انت ازاي بتشتغلي وانا موجود؟ من النهاردة انت مش هتنزلي الشغل تاني، انا اخوه الصغير ولازم اسد مكانه وافتح بيته واصرف عليكم. هي فرحت جدا بالكلام ده، وهو فعلا بدأ يديها مبلغ كل فترة تصرف منه عليها وعلى عيالها، لكن ما كانش بيعمل كده حبا في اخوه او ولاد اخوه او جدعانة منه ولا حاجة، ده كان مستني المقابل، او بمعنى اصح كان بيمهد الطريق لنفسه علشان ياخد المقابل. بعد فترة بسيطة بدأ يتكلم مع مرات اخوه ويطلب منها المقابل، وقال لها بالنص كده انا عاوزك في علاقة غير شرعية، انا المفروض بحل محل اخوي، مش في الفلوس وبس، لا ده في كل حاجة، حتى لو كانت العلاقة الزوجية نفسها. هنا الزوجة من الطبيعي انها ترفض وتصده وتخرجه بره بيتها، المهم تعمل اي حاجة غير انها توافق. لكن الزوجة قالت انها لقت نفسها مجبرة على كده علشان هو بيصرف عليها وعلى البيت، فاستسلمت لطلبه ووافق. استسلمت انها تعمل علاقة محرمة في كل الاديان السماوية، خانت جوزها وهو خان اخوه في علاقة استمرت لمدة 2 ومفيش حاجة وقفتهم غير انها بقت حامل. ولما كلمته وقالت له انا حامل، قال لها انت حامل من مين؟ قالت له منا، ودلوقتي انا عاوز اجهض الطفل لانه ما ينفعش يبقى موجود. قال لها انا ماليش دعوه، روح شوف انت حامل من مين وخليه يجهضهولي. قال لها انت وافقت انك انت تكوني معايا في الحرام، ايه اللي هيمنعك تبقي مع غيري في الحرام برضه؟ وبدا يسحب نفسه منها ومن علاقتهم. وكمان عشان كلام الناس بدا يزيد عليهم واخوه فاضل له سنه ويخرج من السجن، كل الحاجات دي خلته يبعد عنها تماما ويقطع الكلام معاها. الزوجه هنا لقت نفسها لوحدها ومش عارفه تتصرف ازاي. كلمت واحده صاحبتها وحكت لها كل حاجه، وصاحبتها دي قالت لها على دكتور علشان يعمل لها عمليه الاجهاض. وفعلا راحت للدكتور وقالت له ان في حد اعتدى عليها وانها متجوزه وجوزها مسجون وخلاص قرب يخرج، ولو عرف اللي حصل ممكن يقتلني فيها، ولو انت اجهضتني يا دكتور تبقى كسبت فيها ثواب وعملت فيا خير. لكن طبعا الدكتور رفض. راحت لدكتور تاني وتالت ورابع وكلهم رفضوا، لحد لما بطنها بدأت تكبر قدامها وما بقتش عارفة تداريها. والناس اللي بتتكلم عليها وبتقول انها ماشية في الحرام مع اخو جوزها خلاص هيبقوا متأكدين بعد ما يشوفوا بطنها. وهي مهما حاولت تداري وما تخرجش من البيت وتلبس هدوم واسعة، بس هتداري ايه؟ كل اللي باقي لها كام شهر وهتولد. فما كانش قدامها حل غير انها تكلم اخو جوزها وتقول له انها خلاص قربت تولد، وانك لازم تكون موجود معايا والا هفضحك قدام الناس كلها. وفعلا اخو جوزها راح معاها المستشفى لانه كان خايف من الفضيحه، وخلفت بنت بس كانت لسه تحت تاثير المخدر. واول ما فاقت لقت اخو جوزها واقف قدامها، سالته وقالت له فين البنت؟ قال لها البقاء لله، البنت كان عندها مشاكل ودخلت الحضانه وماتت وهي فيها، وانا خلصت اجراءات المستشفى واخدتها ورحت دفنتها ورجعت لك تاني. ده كان كلامه ورد عليها، واللي لحد النهارده محدش يعرف هو كذب ولا حقيقه. هل هو ليه يد في قتل الطفله البريئه دي ولا لا؟ حاجه محدش يعرفها غير ربنا. بدا يتكلم مع مرات اخوه ويقول لها خلاص كده المشاكل اللي احنا خايفين منها اتحلت لوحدها، وكده اخويا لما يطلع من السجن مش هيعرف اي حاجه ولا اكن في اي حاجه حصل. والاتنين بقوا مطمنين جدا، ودي كانت ممكن تكون اشاره من ربنا سبحانه وتعالى ان هم يرجعوا ويتوبوا عن اللي هم بيعملوه.
لكن لو الشيطان تاب هم هيتوب. بعد فترة الزوجة تعافت من ألم الولادة، واخو جوزها رجع وطلبها تاني في الحرام، وهي برضه وافقت وما رفضتش، وفضلت مكمله معاه السنه اللي باقيه لها. وبعد السنه دي جوزها المخدوع خرج من السجن. اول حاجه سمعها ان مراته ماشيه مع اخوه في الحرام، لكن في نفس الوقت ما كانش عنده دليل ولا حد يأكد له الكلام ده، كلها كانت مجرد شكوك ان اخوه كان بيروح بيته كتير وهو مسجون. ولما راح يواجه اخوه انكر طبعا، وقال له كده تتهم اخوك بحاجه زي دي؟ ده انا اللي كنت محافظ على بيتك في غيابك، ده انا اللي كنت بخرس لسان اي حد يجيب سيره مراته، وطول ما انت كنت في السجن انا اللي كنت بصرف عليها وعلى عيالها عشان هي ما تشتغلش ولا تتبهدل، تيجي انت في الاخر وتتهمني بحاجه زي كده؟ وزعل من اخوه وخد منه جنب زي ما يكون عنده حق وملاك بجد. ولما راح يواجه مراته قالت له نفس الكلام، وقالت له ان الناس دي هيفضلوا يتكلموا عليا لحد لما يخربوا بيتي، وانا ما عملتش حاجه ومظلومه في كل الكلام اللي انت بتقوله لي ده. وهنا الزوج ما كانش في ايده اي حاجه يعملها غير ان هو يسكت، لانه ما كانش معاه دليل، بس في نفس الوقت كان شاكك ان في علاقه ما بينهم هما الاتنين. وده السبب اللي كان بيخليه كل شويه يعمل مشاكل مع مراته، لدرجه انها قالت له خلاص لو انت شاكك فيا وشاكك ان في علاقه ما بيني وما بين اخوك طلقني وريح نفسك، بدل ما انت كل شويه تتخانق معاه وتضربني. انا بصراحه ما بقتش قادره استحمل الضرب ده. فكان بيرد عليها ويقول لها احنا ما عندناش ستات بتتطلق. واللي حصل بعد كده ان الزوج اشتغل غفير على ارضه. لما اتسجن كان مأجر الارض بتاعته للناس، ولما خرج من السجن كلمهم واشتغل غفير عليه. اخوه الشيطان ما كانش مستكفي بكل اللي حصل، فضل مكمل في علاقته المحرمه مع مرات اخوه، وبدأ يسألها هو بيخرج امتى وبيرجع امتى وبيخلص شغله امتى. عرف منها كل تفاصيل يومه، وده كله عشان يقدر يروح لها البيت براحته. وفعلا كان بيروح لها، لكن لما الجيران شافوه كلموا اخوه وقالوا له ان اخوك بيجي البيت وانت مش موجود، واحنا شفناه كذا مره. والمشاكل بدأت تزيد ما بينهم هما التلاتة اكتر واكتر، لحد لما الاتنين الشياطين دول قرروا انهم يخلصوا منه. الزوجة هتخلص من زوجها والاخ هيخلص من اخوه. قال لها احنا لو قتلناه كده مش هيبقى لك اي حد في الدنيا غيري، وانا هتجوزك ونكمل حياتنا مع بعض. دي كانت فكرتهم اللي بيفكروا فيها وبيحاولوا ينفذوها، وفعلا الفكرة بقت حقيقة. قال لها كل اللي انا محتاجه منك انك هتقولي لي اخباره اول باول، بيخرج امتى وبيرجع امتى، كل تفصيلة صغيرة تحكيها لي. الزوجة وافقت، وفضل الاخ يراقب في اخوه لحد لما وصل للطريقة اللي هيقتله بيها. عرف من مرات اخوه انه هيبات الليلة دي في الارض. قال لها المطلوب منك انك هتنزلي وتروحي معاه وتحاولي تشغليه باي حاجة، وانا هاجي من وراه وخلص عليه. دي كانت الخطة اللي الزوجة وافقت عليها. كلمت جوزها وقالت له بما انك هتبات في الارض النهاردة، ايه رأيك اودي العيال عند اهلي واجي معاك ونقضي الوقت ده مع بعض في الارض، وبالمرة سليك بدل ما انت بتفضل قاعد لوحدك. جوزها فرح جدا بالكلام ده وخدها معاه، وراحت مكلمة اخو جوزها وحكت له اللي حصل بالتفصيل. قال لها تمام، انا عاوزك تشغليه بقى باي حاجة علشان ما يسمعش خطواتي وانا جاي من وراه علشان اقتله. فراحت مشغلة فيديوهات على الموبايل بتاعها ومعلية الصوت على الاخر علشان جوزها ما يسمعش صوت اخوه وهو جاي من وراه علشان يقتله. وفعلا اخوه جه وراه وكان ماسك بايديه الاتنين كوريك علشان يضربوا بيه على دماغه. بمجرد ما الزوج اخد اول ضربة بص وراه واتفاجئ ان اللي بيضربه اخوه. تخيل تنضرب غدر من ظهرك وتبص وراك تلاقي اللي بيضربك اخوه. واخوه ده الرحمة كانت منزوعة من قلبه في الوقت ده. بعد ما ضربه بالكوريك راح ماسك طوبة كبيرة من على الارض ونازل فوق دماغ اخوه بايديه الاتنين لحد لما كسر دماغ اخوه، وتأكد تماما ان هو قطع النفس. وراح واخد الكوريك والطوبة لان بصماته كانت عليهم، وكلم مرات اخوه قال لها اوعي تتكلمي مع حد او تجيبي سيرة المخلوق. ومشيهم هما الاتنين وطلعوا من الارض لحد ما وصلوا لاول الطريق. وقال لها انت هتروحي على طول من غير ما حد يشوف، وتمسحي رقمي من عندك وكل المكالمات اللي ما بيننا والرسائل. وراح رامي الكوريك والطوبة في ترعة صغيرة كانت موجودة على الطريق، وكل واحد فيهم رجع على بيته. وتاني يوم الزوجة سمعت الجيران والناس وهم بيصوتوا وبيجروا على بيتها وبيقولوا لها الحقي جوزك لقوه مقتول في الارض. خرجت وهي بتصرخ قدام الناس كلها وبتمثل انها مصدومة، وطلعت تجري عليه لكن ما قدرتش تقرب منه بسبب بشاعة المنظر. خافت من شكله وهو مقتول ودماغه متكسرة كذا حتة ومرمية على الارض، علشان كده قعدت بعيد وفضلت تعيط قدام الناس. الشرطة طبعا جت واخدت الجثة وودتها المشرحة علشان تعمل تقرير الطب الشرعي، وبدأت تحقق في الجريمة. عرفوا من الناس ان كان في علاقة غير شرعية بينها وبين اخو جوزها، وده كان اول حد شكوا فيه. ده غير كمان ان الشرطة لما حققت مع الزوجة قالت انها ما راحتش مع جوزها الارض، مع ان الجيران اكدوا انهم شافوها وهي رايحة معاه بالليل. وكمان واجهوها بموضوع الحمل الحرام وهي انكرته، لكن المستشفى اثبتت انها
كانت حامل وولدت فيه. كل الدلائل ديت خلت موقفها ضعيف قدام الشرطة، وبقت هي المتهمة الأولى والوحيدة في قضية قتل جوزها. الشرطة بدأت تضغط عليها علشان لو عندها حاجة تعترف وتقولها، وقالت لها ان كده مفيش حد هيلبس القضيه ديت غيرك، يا تعترفي وتنقذي نفسك من حبل المشنقه يا تاخدي اعدام في القضيه. الزوجه لقت ان ما قدامهاش اي حل غير انها تعترف، وقالت لهم انا عمري ما فكرت ان انا اقتل جوزي وابو عيالي، لكن اخوه هو اللي كان بيفكر يقتله، هو اللي كان عاوز يقتله علشان كان عاوز يتجوز. ده كان كلامها لحد اخر جلسه من محاكمتها، اللي هي بالمناسبة كانت من شهرين 2 تقريبا. الشرطة جابت أخو جوزها اللي هو عاشقها، وبمجرد ما بدأت التحقيق معاه اعترف عليها بكل حاجة، واعترف بكل اللي هو عمله. أبوه وأمه كلموا محامي علشان يتنازلوا عن حق ابنهم اللي اتقتل، وفي نفس الوقت يخففوا الحكم شوية عن ابنهم القاتل. ده كان تفكيرهم بدل ما يخسروا عيالهم الاتنين. لكن المحامي بتاعهم بعد ما اطلع عن القضية اتنحى عنها وسابها. وكمان المحامي بتاع الزوجة كان بيطالب بأقصى عقوبة للاتنين، لأن بصراحة ومن الآخر ده العدل اللي لازم يحصل. وفعلا المحكمة حكمت عليهم الاتنين بالإعدام شنق. دي نهاية الخيانة والغدر، دي نهاية الطمع والافتراء والظلم. الزوجة افترت على زوجها وما حفظتش عرضه وخانته في غيابه، والأخ افترى على أخوه وما حفظش بيته ولا صانه وخانه في غيابه، وقتلوه ظلم بسبب شهوتهم هما الاتنين. فكان لازم تكون دي هي نهايته. المحزن في القصة دي الطفلين اللي هم سابوهم وراه لما يكبروا هيقابلوا المجتمع والناس ازاي. أبوهم اتقتل بسبب أمه، واللي قتله كان عمه، وكل ده بسبب العلاقة المحرمة اللي كانت ما بينهم هما الاتنين. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، وبشكركم جدا لو انتوا لسه مكملين معايا للآخر، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.